واحد من افضل الانميات الرياضيه اللي انا شفتها في حياتي، من افضل 10، ما اقدرش اقول من افضل 5 ولكن من افضل 10. عارف ان في ناس كتير دلوقتي هتقوم ضدي، ازاي تقول كده؟ ده انمي خايب، ده شخصياته نوعا ما انثويه، بيهتموا بشعرهم وبيهتموا مش عارف ايه، مش بيهتموا بالكوره والرجوله، ولكن مش ده اللي انا شايفه. اهدى عليا شويه. هنتكلم مع بعض عن انمي بلو لوك اللي لسه خلصان، وهنقول ميعاد اصدار الموسم الثاني وهل هيكون فيه فيلم ولا لا، وكمان هنعمل ردة فعلنا على التيزر اللي نازل والعرض الترويجي للجزء اللي جاي اللي نزل على طول بعد ما الجزء ده خلص. واحد بالفعل من افضل الانميات اللي انا شفتها، الانميات الرياضيه، ومختلف بشكل كبير جدا جدا جدا. استنى معايا اخر الفيديو عشان اقول لك ميعاد نزول الموسم الجديد ولو في فيلم ولا لا، فكمل معايا الفيديو للاخر. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نخش على الفيديو. サッカーは11人でやるスポーツ。一人じゃ。ايه اللي خلاني اتجرأ واقول ان انمي بلو لوك من افضل 10 انميات رياضيه شفتها في حياتي؟ يعني بحطه في نفس القائمه مع ايبو، بحطه في نفس القائمه مع هاي كيو، مع كتير من الانميات، كوروكونو باسكت، سلام دانك، كتير من الانميات بحطه في نفس القائمه معاهم. ايه اللي يخليني اتجرأ واقول كلمه زي دي مع ان في ناس كتير ضد الانمي ده؟ اول ما نزل كانوا معاه ولكن بعد كده بقوا ضده. مبدئيا قصه الانمي قصه مختلفه عن اي انمي رياضي شفتها في حياتك، من وجهه نظري ما شفتهاش قبل كده. وهنا انا بتكلم عن القصه بس. قصه الانمي هي عن منظمه، المنظمه دي بتلم كل مهاجمين اليابان عشان تطلع منهم المهاجم الامثل اللي يمثل اليابان. والمنظمه دي اسمها بلو لوك، والمهاجمين كلهم بيتجمعوا مع بعض وبيعدوا بتحديات معينه، كل ما يعدوا تحديات يوصلوا للي بعده للي بعده للي بعده، علشان في الاخر نلاقي رقم واحد ويكون المهاجم الامثل اللي يمثل اليابان في كاس العالم. هي دي قصه الانمي بشكل مختصر جدا جدا جدا، ما طولتش كتير في الوصف. ولكن جوه الانمي نفسه مختلف. الانمي جواه انت دايما في اي انمي رياضي بتلاقي بقى ايه المثل العليا بتاعه ان البني ادم ما يكونش اناني، العمل الجماعي، الحاجات دي، القلب الطيب، العزيمه. الانمي ده ضد كل الحاجات اللي انا قلتها دي. الانمي ده حرفيا بيقول لك لازم تكون اناني، لازم انت اللي تحط الجول، مش بس ان انت تمرر الكرة، لا لا لا، انت اللي تحط الجول. تكون اناني، تبقى عايز زي ما بيقولوا تفترس اللي قدامك وتبقى احسن، تبص اللي قدامك تفترس وتاخد قوته وتبقى انت احسن. مفيش انمي رياضي، او خلينا اتجرأ واقول ان مفيش انمي شفته في حياتي بيطلب كده. 俺はこの300人の中から世界一。じゃあここにいるチーム Z11 人が一つのチーム。 كمان كثرة الشخصيات كتيرة جدا، شخصيات مميزة كلها مختلفة، عندها قوة مختلفة. الشخصيات كلها كتير مختلفة تحبها، لانك هتلاقي منها اللي انت هتقول ده شبهي شوية، انا بحب الشخصية دي. شخصيات كتير زي ناجي، زي تشيجري، زي كونيجامي ده هنتكلم عنه في اخر الفيديو. كتير زي ريو، زي رين من الشخصيات برضه اللي انا حبيتها، زي إيساجي البطل نفسه اللي على فكرة هو مش مثال تقدر، بالعكس انت لازم تعمل حاجات كتير هو بيعملها انت المفروض ما تعملهاش، ولكن ده الحلو في الانمي. طيب يا توفيق، ليه الانمي بيتهاجم؟ هل الانمي حلو قوي للدرجه دي انه ما فيهوش سلبيات يعني؟ لا، هنتكلم عن سلبيات الانمي وايجابياته. خلونا الاول نتكلم عن سلبيات الانمي. سلبيات الانمي مش كتير ولكن واضحه. زي ايه مثلا؟ زي ان في اوقات كتير الرسم ليك عليه، الرسم في اوقات كتير متفاوت، خصوصا لما بيستخدموا السي جي اي كتير جدا في الانمي مستخدم، والرسم كتير جدا كان فيه كسل وكان باين وواضح جدا جدا، خصوصا في الحلقات الاخيره. كمان في الحلقه الاخيره بالذات كان القسط مش ماشي خالص مع الحدث، تحس ان في تفاوت. انا اتضايقت وانا بسمع القسط، مع ان القسطات اللي قبل كده كانت جميله. 負けたら終わりって分かってんのか。考えろよ。サイド上がれ。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生き。 مش بس كده، كمان في شخصيات كتير جدا مبهمه نوعا ما بالنسبه لي، كنت احب اعرف عنها اكتر. زي شخصيه زي رين، وهي تعتبر شخصيه اساسيه، عايز اعرف عنه اكتر من اللي بان عنه. كونيجامي عايز اعرف عنه اكتر. هم اهتموا جدا بشخصيات معينه، اهتموا جدا بإيساجي، اهتموا جدا بشخصيات معينه، وخلوا شخصيات تانية في الاخر كده ممكن يقولوا لنا عنها اكتر في المواسم اللي جايه، مع اني مش شايف ده.
俺だ。 دي كانت سلبيات الانمي بالنسبه لي. ايجابيات الانمي اللي كانت كتير جدا 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 من وجهه نظري: التحريك الممتاز في اغلب الانمي، الاستات اللي ماشيه في اغلب الانمي، القوى الخارقه اللي نوعا ما خارقه ومش خارقه في نفس الوقت، انت شفتها ولكن انت ما شفتهاش مظبوطه قوي كده. يعني في اجوال حرفيا كانت في الحقيقه موجوده، ناس كتير جدا اتكلموا عنها، ولكن انت بتشوفها في الانمي بشكل مثالي زي ما لزوم. زي الاستلام بشكل ما انت هنا بتشوفه بشكل مثالي ولكن هو موجود في الحقيقه. فدي حاجات كتير جدا في الانمي بصراحه عجبتني. القصه الجديده المختلفه، الانمي جريء في انه يتحدى المشاهد. انا هقدم لك حاجه انت ما شفتهاش قبل كده. خلونا نتكلم عن حاجه مهمه جدا اتعرضت في الحلقه الاخيره، وهي دي اللي انا ركزت عليها وهركز عليها ومش هتكلم عن حاجه غيرها، وهي كونيجامي. انا متهيألي ان شخصيه زي كونيجامي دورها ما انتهاش في الانمي، لا دورها لسه جاي. ازاي توفيق ده خسر ومشى؟ بس ما تنساش ان في فرقه في منها عضو مصاب، فانا متهيألي ان هيجيبوا كونيجامي وهو اللي هيكون مكان العضو المصاب ده. دي وجهه نظري بصراحه، مش عارف انتوا شايفين ايه، ولكن انا بقول وعلموا على كلامي كونيجامي دوره لسه ما انتهاش. كمان حاجه مهمه تانية مهمه جدا جدا من وجهه نظري، وهي المباراه مع ابطال العالم. احنا شفنا مستوى تاني بقى، احنا كنا كل ده مبهورين ببلو لوك، ولكن في مستوى ابطال العالم ده مختلف تماما. اللي كان منهم امبابي، يعني ما اعرفش اسمه ايه في الانمي، ولكن هو امبابي باين جدا، يعني باين جدا انه واخد من امبابي. حتى القوه الخارقه بتاعته بتاعت البرجل الواسع وسرعته القصوى، دي قوه امبابي حرفيا اللي احنا بنشوفها في الحقيقه. وده المبهر في الانمي زي ما قلت، انه بياخد القوه الريل لايف وبيحطها لك في الانمي كقوه خياليه. دي حاجه كانت عجباني جدا جدا جدا. قولوا لي ايه رايكم في انمي بلو لوك؟ انتوا شايفينه ازاي؟ انا عن نفسي شايفه فعلا من افضل الانميات الرياضيه، وهستنى السيزون الجديد اللي نازل بصراحه، هستناه بفارغ الصبر ان انا اتفرج عليه. دلوقتي هتفرج معاكم على التيزر اللي نازل هنتكلم عنه. تم الاعلان عن جزء جديد في الحلقه الاخيره من انمي بلو لوك، الحلقه ال 24 تم الاعلان عن جزء جديد هينزل للانمي. مش بس كده، الخبر بقى المفرح والغريب ان كان في فيلم فرعي هينزل لبلو لوك عن ناجي بس، قصه حياه ناجي بس هيكون بيتكلم عنه. هو ده الخبر الموجود، ولكن التاريخ بتاع نزول اي من الاثنين لسه ما اعلنش عنه. ودلوقتي مع بعض هنتفرج على تيزر اللي نزل من بلو لوك، هنتفرج عليه ونتكلم عنه سوا. خلونا نشوف التيزر مع بعض اللي نزل عن بلو لوك السيزون 2. 俺はドライカーだ。怪物のこの好奇心止められない。俺にとっちゃ踏み台。時代を変えるのは俺たち。ブルーロックだ。تيزر صغير مفيش فيه كلام كتير، هو يدوبك حاجه 15 ثانيه، صغير جدا 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 يعني، ولكن برضو ايه هنحاول نفصص نلاقي فيه اي حاجه كده. خلونا نشوف. طبعا اول حاجه هتكلم عنها هي الرسم نوعا ما حلو كويس. طبعا هنا وش اساجي، مفيش حاجه كتير تتقال، ولكن حبيت بس اتكلم عن جوده الرسم. طبعا هنا ده ناجي، ما كانش باين قوي في التيزر، ما كانش باين ظاهر لنا، ولكن قدرنا نعرف ان ده ناجي. وطبعا هنا باين انه نوعا ما استلم حاجه وحط، وعرفنا ان ناجي من الشخصيات اللي هيكون ليها فيلم فرعي لوحده، فواضح انه من الشخصيات المهمه اللي لسه هنعرف عنها اكتر واكتر. طبعا دي كوره ناجي اتحطت جون، وواضح ان هنا حارس واقف، مش اللي هو زي المانيكان اللي كان واقف لهم في التحدي، لا واضح ان هنا حارس بقى واقف، هو حارس شخصي يعني. زي ما انتم شايفين هنا طبعا باتشرا قدام ريو، فواضح ان هيبقى في مباراه ما بين باتشرا وريو، وهنا باتشرا طبعا بيعمل مهاره من مهاراته، واضح ان الموسم الجاي هيكون في مباراه تانية ما بين باتشا وريو. طبعا هنا عمل الروليت العظيم بعد ما عدى منه بالروليت، طبعا من المهارات الجميله جدا. برضو تاني بيعرضوا ناجي، قلت لكم بيتكوا على شخصيه ناجي لانها من الشخصيات المهمه جدا، فبيتكوا عليها. وبس كده، مفيش كلام كتير يتقال في التيزر. تيزر صغير جدا، مفيهوش كلام كتير ممكن نقوله او حاجه ناخد بالنا منها، هي دوبك حاجه كده ايه صغيره جدا جدا. وبس ده اللي كان عندي النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي ايه رايكم في انمي بلو لوك عموما، وشايفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، خصوصا موضوع كونيجامي. حابب اسمع ارائكم لاني فعلا مهتم بالموضوع ده، لانه من الشخصيات اللي انا فعلا حبيتها، ومش حابب تكون هي دي نهايته وما شافوش تاني. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وده اللي كان عندي النهارده، سلام.